احنا قلنا خلينا في السيف سايد. السيف سايد يعني. اوكي شباب، ده عشان الصوت المواصفات عالي، مش عارف الصوت واصل للكاميرا ولا لا. بسم الله توكلت على ايه يا ابني؟ يا ابني الناس بص عليك تقول ايه يا ابني؟ ما ينفعش يا حبيبي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه. بقيت بلوجر. اوكي شباب، نيو داي نو تشالنج. يعني ايه كريستماس؟ النهارده عايزين نعرف يعني ايه كريسماس وازاي نقدر نحتفل بيه كويس. شباب نستقول لكم حاجه، بابا نويل اهو. لاك بابا نويل مان، لاك بابا نويل، بابا نويل النجا. بما ان الانسان كائن ممل، كائن ممل يعني ايه؟ يعني ما انا اعمل الغلط تتعلم من غلطك؟ لا ابدا، انا البس في نفس الحصه تاني، هي مش مشكله. يعني احنا مثلا من ايام ما بنتزنق في الامتحانات من ثالثه اعدادي حرمنا ابقى انا بص كبير اهو ناضج، ما فيش ابدا. انت بتحب مثلا قضايا المسلمين الحرجه في ايام الامتحانات، انت بتقرر انت تتعلم اللغات البائده. انت بتكتشف ان اخواتك معذبين في بورما والبرازيل في اسبوع الامتحان، انت بتنوي تجاهد وتعمل فتنس وتروح تلتحق بالمجاهدين ضد الكائنات الفضائيه في المحيط الاطلنطي برضه في الموسم. انت البنت بتقرر ان هي تلتزم وتقرب من ربنا والسلوك ده ما ينفعش، تتعلم دينها برضه في اسبوع الامتحانات. انت بتقترح ان انت لا انا عايز اعمل كارير شيفت، انا عندي اسئله وجوديه. كالعاده تاخرين نص ساعه، رايحين جري برضه زي كل مره. احنا بنحرمش، حاسس ان انا بقول هوم سويت هوم مش الكليه خالص. حاسس ان احنا قاعدين هنا شويه يعني كمان غير اللي قعدناهم. ايوه بعد كده وانا جاي كلها اقول لكم هوم سويت هوم. انا احب اكون معيد في الماده قبل ما اخلص. دي حيل نفسيه مشهوره ومعروفه، وانت بتكرر نفس الغلط وبعد ما تخلص الامتحانات على الطلاق ده ما يحصل تاني وبعد ما يحصل تاني وبيتكرر. ليه؟ كائن انسان كائن ممل. طيب وات از ذا مينينج اوف كريستماس؟ ما عندناش غير عيدين، عيد اضحى وعيد فطر. دي الاعياد الشرعيه اللي احنا نحتفل بيها. الاعياد الثانيه بقى يعني اعياد اجتماعيه، ما اسمهاش اعياد دينيه. دي اعياد اجتماعيه، فاهم؟ ما اسمهاش اعياد دينيه. يعني ايه كريسماس بقى؟ احتفال المسلمين بعيد ميلاد الرب. وهم معتبرين عيسى الله، احنا عندنا نبي الله، مؤمنين ان هو نبي، مؤمنين ان هو كمان مؤمنين ان الله واحد احد لم يلد ولم يولد. فما فيش عندنا احنا اسمها حاجه اسمها عيد ميلاد الرب. يعني الكريسماس نفسه معناه عيد ميلاد الرب. انا بحتفل بعيد ميلاد النبي عيسى، صح؟ شوف كل واحد مسلم يقول لك كده. تخيل. يعني هم اصلا يعني حتى سيدنا عيسى اللي هم بيقولوا عليه رب اللي هو نبي الله، يعني قالوا ان هو نزل واتجسد صورة انسان ونزع القوة من نفسه ويتحمل خطايا الارض، مش خطاياهم يعني خطاياهم، وبعد كده هم صلبوه، بعد كده هو رجع تاني القوة بتاعته وتحول تاني لإله. وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له. طيب هو دي طبعا مش إجابة وافية عارفين، انا هروح ادور في البيت واصور لكم انا لقيت ايه. احط لكم شويه لينكات لفيديوهات لازم تسمعوها، وفي شويه مقاطع بقى مش هصبر لغايه ما احط اللينكات، هحطها في الفيديو ده بين كل مواصله والثانيه يعني ان شاء الله. قال الله سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وانا يعني اهنئ من يقول ثالث ثلاثه، هذا امر. الامر الثاني والله لا علاقه بمولد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وعلى امه منا السلام عليه السلام امنا مريم، بان المسيح ولد في هذه الايام. سيدنا عيسى ولد في ايام الرطب، وايام الرطب في بيت لحم في يوليو او اغسطس او سبتمبر قبل نهايه السنه الميلاديه ب3 اشهر على الاقل او 4. انا اهنئ الناس بالاعياد التي شرعها رب العباد سبحانه وتعالى. والله ما بشغلش بالي قوي بقى هم بيحتفلوا بيه ايه وليه وكده. انا يعني هي دي بفرح مع الناس يعني. قبل ما نقول اي حاجه، هي دايما بس المشكله ان احنا لازم ندرك هو احنا بنتكلم في ايه، يعني احنا عايزين نعمل ايه وهو ده موقعه ايه. عارف الناس اللي دايما يقول لك ايه، تلاقي ده يعمل الذنب ووجهه نظره ان الذنب ده مش ذنب كبير قوي، التاني بقى بيعمل ذنب كبير قوي بس وجهه نظره ان انا ما بضرش بيه حد، والتالت ده بيعمل ذنب بيضر بيه حد بس وجهه نظره ان الناس كلها بتعمل كده. تمام؟ لو كل واحد دخل بوجهه نظره ما بقاش دين خالص. مفيش حاجه اسمها كده. اي سلوك عايزين نحكم عليه هو ده اصلا ايه، اي فعل هو ده ايه، اي ترك هو ده ايه. رايحين نصلي العصر ان شاء الله، وبعدها الواد الدكتور بلال جاي ان شاء الله عن ايديت الصور بتاعت وادي دجله، ونبقى نشيرها معاكم ان شاء الله. صلوا العصر لو ما صليتوش وصلوا على النبي. واحنا بنتوضى واحد شافنا لابسين فلسطين وبتاع،
فقال لك طالما انتوا بتدعموا فلسطين كده ما يلا نحارب، المفروض نسترجل وناخد السلاح ونروح نحارب. هو سامع محمد رمضان والله بجد. هو انا لسه مجمعها دلوقتي. هو انا مقدر الشعور اللي هو فيه، يعني مش مقدره قوي الصراحه، يعني رديت عليه بس يعني هو مش فاهم، او في ناس مش مدركه، يعني في ناس فكر ان هو الحل ان انت تاخد سلاح وتروح تحارب، او ان انت لو خدت سلاح ورحت حاربت انت خلاص هننتصر. مش عارفين اسباب النصر ايه، ومش عارفين اصلا اللي بيحاربوا هناك دول وماسكين قنابل وبتاع وبيحاربوا من النقطه صفر دول، مش عارفين هم عملوا ايه عشان يوصلوا للنقطه دول. بقى لهم مثلا شاب مثلا عنده 17 20 25 سنه، بقى له 20 سنه بيتربى، سنه منهم 20 سنه من السنين دي بيتربى. هو ده من اول ما اتولد هو عارف هدفه ايه. يعني احنا اصلا لو رحنا هم مش عايزين منك سلاح وتحارب، عايزين منك سلاح انت بس، يعني سلاح وتسيبهم وتمشي. يعني هم عايزين سلاح، عايزين دعم، عايزين اي حاجه ما عدا ان انت تروح تحارب معاهم، عشان انت لو رحت انت اصلا غير مؤهل ان انت تروح. وبمناسبه انت غير مؤهل، يعني احنا كنا بنصور حاجه كده نقول برضه ان شاء الله تأهل نفسك ان انت تروح، ازاي تعد نفسك. بس المضمون يعني ان احنا غير مؤهلين ان احنا نروح دلوقتي بسلاح ونحارب. فكان الاخ ده يقوم يتكلم بتاعه ويتكلم معانا ايه الجهاد ولا مش عارف ايه وبتاع. فالدكتور ده استاذ دكتور كان صعب جدا، كلنا بنخاف منه في الماده بتاعته، بس جوه المصلى بنبقى ايه متحامين في بعض وبتاع. فالراجل خلص كلامه، الواد ايه قلقان منه لان هو كان دكتور مخيف جدا. قال له يا باشمهندس الكلام اللي قلته ده كلام طيب جدا وبتاع، فاحنا هدينا يعني ايه مش هيشتم وبتاع. قال له بس انت ممكن تدلهم على شيء اقرب من ده كتير. فقال له اتفضل يا استاذنا. يعني قال ينجحوا في الميد ترم مثلا يذاكروا اللي وراهم. ما هو الجهاد ده حبيبي مش بالعلم، ما انت مش هتتليل على عينك تذاكر لا غير لما تذاكر ديناميكا حراريه في ترانسفير، وانت مش عندك ماده صواريخ في رابعه انا اللي بديها لك. تنيل على عينك، انجح في الميد ترم وذاكر دي وانجح في الصواريخ وجهدوا كلكم مع بعض. هو كان يعني اللي هو فكره ايه فعلا. هو ايه هو انت بتقول ايه نحن يجب ان نحرر الاقصى، طب ما ننجح في الصواريخ ما دي اسهل. اوكي تمام ماشي. طيب بعد سيرش دام لمدة ساعتين تقريبا. انتوا عارفين يعني ايه بقى كريسماس اصلا كلغة؟ كريسماس مشتقة من كلمتين، كريست يعني المسيح، متاخدة من اللغة اليونانية كلمة اسمها كريستوس، وماس دي كلمة مصرية قبطية من الفعل القبطي ميسي، وبالهيروغليفية يعني يلد. يعني انت بتتكلم ان الكريسماس اصلا معناه في اللغة مولد المسيح. يعني لو ما خدتش بالك من اللي احنا قلناه دلوقتي ده، فاول حاجة ده احتفال ديني عقدي، تمام؟ مش احتفال اجتماعي، يعني مش عيد الام مثلا. وده يوم بيحتفلوا فيه بايه؟ بابن الرب، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو تجسد في صورة بني ادم لاتمام عقيدة الصلب والفداء، عشان يتحمل خطايا العالم اللي احنا عايشين فيه. وعشان كده المسيحة بيحتفلوا بده. لما نحتفل يعني ان شاء الله وتروح تقول لاخواتك كل سنة وانتوا طيبين، فكده انت بتهني اللي بيقولوا ان ربنا ثالث ثلاثة، واللي بيحتفلوا بمولد سيدنا عيسى اللي هو عندهم الرب يعني، واللي اصلا مش مولود في راس السنة. يعني سيدنا عيسى مولود في موسم الرطب، ودوت في شهر يوليو او اغسطس او سبتمبر، يعني مش موجود يعني قبل شهرين او 3 من دلوقتي. فهم اصلا مختلفين في مولد المسيح، ناس بيقولوا 25 ديسمبر وناس بيقولوا 7 يناير. طب يلا بينا بقى عشان نلحق ننزل. واحنا كمصريين بنحتفل بيه في راس السنة. يلا يا ابني انت مستني ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.